السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أسماء إيديت. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم مربى البرتقال بالطريقة ديالي، كيجي رائع جدا وسهل في التحضير ولذيذ في المذاق ديالو وناجح 100%. بقاو معايا من الاول حتى الاخر باش نشوفوا طريقة التحضير ديال الكونفيتور. عندي هنايا 3 كيلو ديال الليمون النافيل، غادي نغسلو مزيان ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش طريقة التحضير ديال الليمون. كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما غسلنا البرتقال النافيل ديالنا مزيان، دابا غادي نقشر البرتقال على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نحيد ديك الطبقه البيضاء حيت هي اللي كتمرر لينا المربى الا خليناها. هانتوما كيف كتلاحظوا انني كنحيدها كامله، ومن بعد ما غادي نقي الليمونه ديالي مزيان غادي نحيد داك الدخلاني اللي تيكون لداخل في الليمون، وغادي نقطع الليمون ديالي قطع صغيره، وإلا لقينا شي عظام ضروري خاصنا نحيدوهم لانهم حتى هما كيمرروا لينا المربى ديالنا. انا غنبقى كيف كتلاحظوا من بعد ما قطعنا الليمون قطع صغيره على هذا الشكل، دابا غادي نضيف ليه السكر. انا عندي هنايا في الليمون 3 كيلو ديال الليمون، غادي نضيف ليه 1.5 كيلو ديال السكر. غادي نحرك السكر جيدا على هذا الشكل حتى كيندمج السكر مع الليمون وكيتخلط مزيان، ومن بعد غادي نخليه كيرتاح ليله كامله باش كيتعسل داك كونفيتور المربى ديالنا الليمون. وملي كيتعسل مزيان غادي نطيبوه، ومن بعد غادي نرجع معكم ملي غادي نخليه ليله كامله.
كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما وضعنا الكونفيتور ديالنا مع السكر ليله كامله حتى طلق داك الماء ديالو وتعسل مزيان كيف كتلاحظوا معايا. دابا غادي نوضعوا الليمون في الطاوه باش نطيبوه، وغادي نوضعوه على نار معتدله حتى يغلي، وتقريبا 50 دقيقه مع التحريك. وملي غادي يغلي غادي نقص عليه. من بعد ما طاب لينا المربى الليمون على هذا الشكل هذا، دابا غادي نطحن الكونفيتور ديالنا وغادي نرجع معاكم باش نوريكم ملي غادي نطحنو. من بعد ما طحنا الكونفيتور ديالنا دابا غادي نوضعوه فوق البوطه مده 10 ديال الدقائق. فاش كنوضعوه فوق البوطه كطلع لنا واحد الكشكوشه، ضروري كنحيدوها باش الكونفيتور ديالنا ما كيخسرش وكيبقى لنا مده طويله ناجح. دابا غادي نردو فوق البوطه، وملي غادي يطيب غادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكونفيتور. هذا هو الشكل النهائي المربى ديالنا، كيجي رائع جدا، احسن من مربى الليمون فتاع المحلات، وكيجي بنين وناجح. اكيد الا جربتوه يعجبكم. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وتخليو لي تعليق وتشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.